من كان له صبي فليتصابى له. هو حديث ضعيف ولكن والله رسالة من كل قلبي، ورسالة لي أنا أولا، لكل أب وأم وبالذات الآباء. إيه هي؟ لو عندك طفل أو طفلة تصابى لها، يعني تصابى لها يعني انزل لها، يعني العب معاها، فرفش معاها، غني معاها، ارقص معاها، انزل هات لها، انزل اتمشى معاها، هات لها لعب أطفال بتنمي الذكاء، اتفرج معاها على فيديوهات تعليمية، انزل لها. أنا عارف إن أنت تعبان وعارف إن أنت خلصان وعارف إن الدنيا صعبة والدنيا غالية، ولكن خلي بالك الحاجات دي ليها تأثير صحي جدا على الطفل. أول حاجة إن هي هتعيشه بنفسية سوية، هتعيشه بنفسية سعيدة. الطفل ما له غير إن هو يلهو، هي دي، هو الطفل بيلهو وهو صغير لما بيلاقي حد بيلهو معاه. رقم واحد بيصاحبك، رقم اتنين بيسمع الكلام، أنت بتلعب معاه فأنت شايف، هو شايف الجانب الكويس، فلما بتقول له على حاجة هو خلاص بيسمع الكلام، أنت زي صاحبه. خلاص، تالت حاجة ان هو بيتربى في بيئة صحية ونفسية سوية وسليمة. خلاص، اعكس بقى كده، شوف اللي على طول مكشر، على طول تعبان، اللي اصلا ما بيقضيش وقت مع اولاده، الضرب، العقاب، بتلاقي الطفل عنده كمية رواسب وازمات نفسية وهو صغير تنعكس عليه لما بيكبر. الحاجات دي كلها اللي انت بتعملها انك تتصابى له، حتى لو ما عندكش وقت خالص، اقل القليل في اليوم، اقل القليل في الاسبوع، ده على اللونج ران او على المستوى البعيد ليه يعني تأثير قوي جدا. خلي بالك